السلام عليكم، صباح الفل، صباح الخير، مرحبا بجميع الإخوة. عماد العرفاوي كالعادة معكم. اليوم موضوعنا أصدقائي موضوع الآن وقته بالضبط، وقته لازم نكون متأكدين الإخوة اللي ربوا الطيور. كما نعرف نحن الآن في أواخر شهر 9. الطقس معنا بعد الحرارة الآن سوف تكون الحرارة تبدأ بالنزول، يعني حتى البرودة. أصدقائي ملاحظة، راهو البرودة الطقس مش هي اللي تأثر على الطير. طبعا إذا كان الطائر يعني تربى في مكان يعني مفتوح من الأول، يعني عنده مكان كله تقريبا، هذا تو السلاكة متاعي تقريبا راك تشوفوا أصدقائي من الأسفل إلى الأعلى تقريبا 3 متر. أنا عامل يعني من الفوق فقط يعني البلاستيك تقريبا متر، و 2 متر يعني بكلها مكشوفة. والسلاكة هذه المقابلة اللي كان نقوم شوية من الكرسي متاعي يعني شوفوها، يعني 3 متر من الأسفل إلى الأعلى كذلك مكشوفة. هذه السلاكة الثانية، والسلاكة الثالثة الداخلية الكبرى، السلاكة الكبرى كذلك مكشوفة كما نشوفوا، يعني من الداخل بكل مكشوفة. يعني 3 سلاكات تقريبا، الواجهة تقريبا بالكامل مكشوفة للهواء. اللي يعني الطقس البارد مش هو اللي يأثر على الطائر. طبعا إذا كان الطائر تربى من الأول، يعني من لازم يكون يعني على الأقل من بداية الخريف أو من أواخر الصيف يكون في نفس المكان اللي باش يتربى به، يعني تعود على الطقس يعني الساخن، الطقس اللي فيه رياح، الطقس اللي فيه برودة. لا خوف عليه إن شاء الله يعني من في باقي الشتاء. المهم ليس البرد هو اللي يأثر على الطائر بقدر ما يكون هنالك كورونديل، أي مجرى هواء بارد. يعني مش معقول يكون عندنا مكان يعني مكشوف في مثلا في يعني في الباب الرئيسي، يعني تكون هكذا يعني مكشوف، يعني أسلاك مكشوفة، ويكون عندنا شباك في الجنب الآخر من الغرفة مفتوح. هذا يسمى مجرى هواء قوي يؤثر على الإنسان والحيوان والطير. إذن أصدقائي نخاف كان من المجرى الهواء العكسي، ليكون يعني غرفة تربية الطيور تكون فيها أكثر من مكان مكشوف. هذا يكون أصدقائي خطر على الطائر، خطر. يعني المجرى الهواء، وكما نعرف الطائر مرات يعني تكون هنالك رياح باردة، الطائر يعني مرات يلتصق في الشباك اللي فيه هواء قوي، مجرى هواء، أو حتى يكون جاثم أمامه، فتكون الضربة القاتلة للطير. إذن أصدقائي حاولوا تنتبهوا لهذا الأمر. حاولوا ما يكونش مكان التربية فيه يعني أكثر من مكان مكشوف يدخل منه الهواء، لأن هذا خطر على الطائر. حاولوا دائما يكون المكان اللي المكشوف يكون فيه أقل دخول هواء، يعني ربما أمامه أشجار أو إذا كان فيه هواء معناها يقابلوا هواء قوي جدا، نحاولوا أن نقصوا كما عمل أنا الآن البلاستيك شيئا فشيئا، نقصوا يعني نقسموا الواجهة المكشوفة بالبلاستيك، من أعلى بلاستيك، من أسفل يكون عادي لإدخال وتغيير الهواء. الآن أصدقائي هذه معلومة انتبهوا لها يعيشكم. راهي الأمراض الآن في شهر 9 10 11 كلها أمراض بسبب الهواء وتغير الطقس، والآن أصبحت نشطة يعني الفيروسات. الآن وقتها الفيروسات الآن وقتها الانتباه لهذا الأمر أصدقائي، مع زيادة مناعة الطائر بالفيتامينات أو الخضروات أو الفواكه أو يعني أشياء يعني نحاولوا نبحث عليها في جوجل اللي تزيد من مناعة الطائر. مثلا الفلفل الحار هذا جيد جدا أصدقائي، جيدة جدا طبعا، مع اهتمام أو الانتباه إلى عدم تقديمه كل يوم، معناها مرتين في الأسبوع وراء بعض، يعني يوم نعطوا فلفل وبعد يعني نهاية الأسبوع نعيد الفلفل. وهناك خضروات أخرى معروفة أصدقائي، معروفة لزيادة مناعة الطير. هذا هو الفيديو السريع أصدقائي، ولكنه هام لهواة تربية الطيور. تحياتي والسلام عليكم.